السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد فتوح يرفض كل محاولات تجديد عقده مع الزمالك، واللاعب يريد فسخ عقده بسبب عدم حصوله على المستحقات المتأخرة. فتوح كان في جلسة مع ميدو وأخبره إنه مستعد يجدد، بس عقده يبقى زي زيزو. اللجنة المعينة لإدارة الزمالك لحين عودة الانتخابات، الناس عندهم صدمة من عقود بعض اللاعبين، وتم تسريب طبعا عقد زيزو بسبب الفرق الرهيب في المقابل المادي. الناس في الزمالك اخبرت زيزو انهم صعب ينفذوا العقد بتاعه. تسريب عقد زيزو مع الزمالك عامل حالة من الغليان والنار جوه اللعيبة، لان كلهم شايفين ان هم مظلومين. وهناك انباء ان الشركة المملوكة لامير بتاخد عمولة من زيزو مقابل هذا العقد الخيالي. للعلم عقد زيزو هو الاعلى في تاريخ الزمالك واي نادي موجود في الدوري المصري. هو اعلى عقد موجود للعيبة المصريين ويمكن الاجانب كمان في الدوري المصري. تعرف تعرف ان سقف الرواتب اللي عاملها النادي الاهلي للاعبين ده قرار مميز جدا. طبعا الكلام ده اي حد ممكن ينتقده لو في مشكلة في النادي الاهلي، انما في الزمالك بيترمخوا عليها. اي حد بيفضل يقول ما نجيب فلان ونديله اللي عايزه، انت لا تدرك خطورة هذا الامر. وده اللي عمله ميدو قبل كده في مشكلة رمضان صبحي مع النادي الاهلي، وقال لك ده نظام قديم، مفيش حاجة اسمها سقف رواتب وكل لعيب لازم ياخد تمنه والكلام ده. طبعا هو غيره دلوقتي لان مشكلة زيزو بقت واضحة للجميع ان هي عاملة فجوة كبيرة وفراغ داخل اوضة اللبس وعاملة حالة غليان كده. طبعا اهم حاجة في الاهلي ان كل لاعب في الفئة اللي هو فيها مقتنع انه يستحق ده اللي بيحصل في الاهلي. حتى امام عاشور لما تعاقد مع الاهلي وحطه في فئة معينة، جميع اللاعبين عندهم حالة من الرضا، وكل لاعب عارف ان مستواه هو اللي يخليه يبقى مع الفئة الاولى مش اي حاجة اخرى. العدل اساس الملك، ده اللي بيحصل في الاهلي. انما في الزمالك محسوبيات وعمولات من تحت الترابيزة وتقليب بقى مصالح. تمام، المصلحة الشخصية بتغلب على المصلحة بتاعة النادي. كل ده اللي بيحصل في نادي الزمالك. دي مشكلة زيزو وفتوح.